السلام عليكم أحبابي الأوفياء، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في هذا النهار جديد مع فيديو جديد وقصة جديدة. قصتنا اليوم غتعجبكم وانا متأكدة بانها غتعجبكم لانها غتتكلم على الخير وكيفاش الله سبحانه وتعالى كيجازي الناس اللي كيكونوا في طريقهم او اللي كيديروا الخير. قصتنا اليوم فيها طبيب وفيها الشاب وفيها العجوز. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تسمعوا هذه القصة حتى النهاية. ربما انا احبابي الاوفياء ربما ما غد نحسنش انني نكتب واحد العنوان اللي هو غادي يجذبكم او لا واحد الصورة المصغرة اللي هي غادي تجذبكم، ولكن كونوا متأكدين بان اي قصة كنرويها فهي فيها فائدة وفيها عبرة وفيها درس لينا كاملين. ايوا مرحبا بكم احبابي الاوفياء، ندخلوا في تفاصيل القصة. يحكى في ليلة عاصفة كانت فيها الأمطار غزيرة وكانت البرودة شديدة. كان واحد الشاب ولا واحد طبيب شاب كيسهر في طوارئ أحد المستشفيات بالمدينة، إلا به كيتفاجأ بواحد المرأة كبيرة السن كتدخل عليه. وهاد المرأة كتدخل المستشفى وهي كيبان عليها مظهر ديالها يعني كثرة الإجهاد، وكيبان عليها الإرهاق وتيبان عليها المرض، وكتبان عليها كذلك يعني حالتها المادية البسيطة. وهذا الشيء كيبان من المظهر ديالها ومن هيئتها وملابسها. وكان معاها واحد الشاب تقريبا في الثلاثينات من عمره، هو كذلك كيبان عليه قلة النوم والإرهاق. هاد الشاب اللي كيبان أن الزمن سرق الطاقة ديالو وضحكتو. فهاد الطبيب الشاب اللي كان في هذاك الوقت جالس على الكرسي ديالو، ملي شاف هاد السيدة كتدخل وهي في هاد الحالة صراع باش يجي عندها ويساعدها باش تجلس. وأول حاجة دارها هو أنه سولها: سيدتي أشنو كيضرك؟ هاد السيدة هادي مسكينة جاوبته والصوت ديالها يعني كيبان عليه التعب. قالت له ربما السكر او لا الضغط هو اللي طلعوا ليا، داكشي علاش انا مريضة هكا. الطبيب يعني من الاخلاق ديالو العالية ابتسم ويقول لها: دابا غادي نصرح باش نكشف عليك ونعرف اشنو عندك. في هذا الوقت هذا التليفون ديال الشاب اللي مع السيدة صونا التليفون، وهو يعتذر من الطبيب باش يخرج من غرفة الكشف وباش يمشي يرد على التليفون ديالو. وبعد دقائق عاد الشاب لغرفة الكشف عند الطبيب وعينيه كانت مغرغرة بالدموع بلا ما يقول حتى شي حاجة. وسول الطبيب وهو خايف على هاد السيدة هادي. قال الطبيب: بغيت نعرف اشنو عندها. قال له الطبيب: انا كشفت عليها، هاد السيدة هادي ولا هاد المريضة محتاجة الانسولين ضروري، وهو ما كاينش هاد الانسولين، ما كاينش دابا هنايا في هاد المستشفى. جاوبو هاد الشاب ويقول له: انا غنخرج دابا يعني بالزربة انني غنمشي لاي صيدلية هنايا وغنقلب وغنجيب ليها الانسولين. وهي تقول لي هاد السيدة الكبيرة في السن المريضة، قالت له: لا وليدي ما تمشيش، الزنقة يعني برا كاين البرد وانت كتشوف العاصفة وكتشوف الامطار الغزيرة، ما بغيتكش تعذب اكتر من هاد الشي اللي درتي عليا. بلا ما يفكر هاد الشاب ويقول لها: لا انا غنمشي مهما يكون الجو، مهما تكون سوء يعني الطقس، انا غادي نمشي نجيب لك الانسولين، نقلب في المكان نجيبو ليك. وهو يخرج كيجري. هنا الطبيب بقى كيشوف فيها ويقول لها: سيداتي علاش نتيا علاش يعني تعبتيه ما يمشيش يجيب لك الانسولين؟ فهذا واجب عليه لانك انت امه، واجب عليه انه يخدمك.
وهي تجاوبو هاد المرأة الكبيرة في السن وهي مستغربة، قالت له ولدي هذا ماشي ولدي، انا كنت جاية هنا للمستشفى على رجليا باش نوفر يعني فلوس ديال المواصلات، الا بهاد الشاب كيوقف بجنبي بالسيارة ديالو وكيعرض عليا باش انني نركب ويوصلني لاي بلاصة بغيت نمشي ليها. وها هو دابا كيمشي باش يجيب لي الدواء ويخلصو من جيبو، وبعد دقائق معدودة كيرجع هاد الشاب ومعاه الدواء مع الانسولين اللي مشى قلب عليه وجابو من الصيدلية من المدينة رغم هاد الجو القاسي. وشوية وهو يرن عليه التليفون ديالو وهو يخرج باش يجاوب. هاد المرة ملي رجع وهو ضاحك، عندي واحد الابتسامة عريضة على وجهه وهو كيردد الحمد لله الحمد لله والشكر لك يا ربي، الحمد لله والف الف شكر لك يا رب. هاد الطبيب بقى كيستغرب كيفاش هاد الشاب كان مقلق شوية ملي نرجع كيضحك وفرحان، الفضول ديالو ما منعوش باش يسولو. فكيقول هاد الطبيب سولتو قلت ليه اشنو هو الموضوع، فجاوبني هاد الشاب وقال لي انا كنخدم هنا في هاد البلاد بوحدي، انا مزوج ولكن انا في هاد البلاد بوحدي والزوجة ديالي كتعيش في بلاد اخر، والله سبحانه وتعالى ما رزقناش بوليدات هذه مدة 7 سنين، ولكن الحمد لله دابا مراتي حاملة وقريبة يعني على وشك الولادة. انا ملي جبت هاد العجوز او هاد المرأة الكبيرة في السن اللي مريضة المرة الاولى، فاش رن الهاتف وخرجت كان الطبيب هو اللي اتصل بيا وتيقول لي بان الزوجة ديالي يعني على وشك الولادة وهي يعني في واحد الحالة خطيرة، يعني كتحتاج الدم وفصيلة الدم ديالها ما موجوداش تما عندهم في المستشفى. فملي مشيت انا نجيب الانسولين لهاد السيدة هذه كبيرة في السن وانا غادية للصيدلة باش نجيب الانسولين وانا كندعي الزوجة ديالي يا ربي ينجيها ليا وينجي حتى ولدي اللي قادم. وفي هاد الوقت بالذات ملي جبت الانسولين وجيت وعاود صون عليا التليفون وخرجت باش نجاوب ورجعت انا فرحان، هنا خبرني الطبيب ديالها بان فجأة دخلوا 3 اشخاص من جمعية تبرع بالدم غرباء ما كيعرفوهمش وتبرعوا بعدة اكياس للمستشفى من جميع الفصائل، وهنا قاموا بإنقاذ الزوجة ديالي والابن ديالي وهما الآن بصحة جيدة والحمد لله. هنا الطبيب بقى كيشوف وابتسم، هو يقول له هاد الشي كيرجع للخير اللي درتيه مع هاد السيدة، فسبحان الله الخير اللي درتيه مع هاد السيدة فرجع ليك بالخير، ان الله سبحانه وتعالى كان مع الزوجة ديالك وهو اللي رسل لها هاد الاشخاص باش يعني يكون السبب على يديهم وينقذوها لانها كانت محتاجة الدم، والحمد لله والشكر لله. فأخوتي وأخواتاتي وأحبابي الأوفياء، هذه هي نهاية القصة، وهذه القصة أنا متأكدة بأنها تعجبكم كما قلت لكم في البداية لأنها عجبتني وثارتني بزاف، لأن فعلا اللي كيدير الخير كيلقاه. وهذا كيذكرنا بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.